السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا زملكاوية. الحمد لله كان ماتش حلو. الزمالك كسب سيراميكا، الحمد لله بداية كويسة. طبعا احنا مش هنفرح بماتش، ده مكسب عادي يعني، مش هنهيص ولا نزيط يعني بمكسب ماتش عادي، بس كانت البداية مهمة جدا. الروح، فوتنا الفرصة على المتصيدين اللي طبعا كانوا ناويين يحطوا علينا لو ما كسبناش. ادي الصفقات الجديدة، وادي جون ادوارد، وادي يبدأ بقى كل ناعق من بالبومة يبدأ يشتغل علينا ويحبطوا اللعيبة. الحمد لله النهارده بدايه موفقه. المدرب شغله البدني باين، فتره الاعداد خارجين منها اللعيبه ما شاء الله واقفه على رجليها. اخر 10 دقائق فرقه سيراميكا مش قادره تجارينا تماما، 4 أو 5 مرات بنروح بمرتدات. شحاته واقف على رجليه اخر دقيقتين 3 في الوقت الضايع بيعمل كوره محتاجه لعيب بادئ من ماتش فت. دي لسه بدايه فتره الاعداد. توقعنا الحمد لله ان شحاته الجولدن بوي الجاي. الجول النهارده في ريحه شيكابالا، في ريحه المهاره بتاعت الزمالك اللي متعودين عليها طول عمرنا. بنتايج ما شاء الله، اسد، حاجه تحترم، لعيب محترم، لعيب محترف فعلا، وعنده حاجه سبيريت، في اخلاص ما شاء الله. دول رقم واحد الاثنين بنتايج مش حتى رقم واحد في الفريق النهارده. ناصر ماهر انت ظلمته لما لعبته ناحيه اليمين يا كابتن، مش حتته، مش سريع، مش بتاع انه يبص ويعمل كروس على طول. ده راجل مهاري عايز يعمل بينيه وعايز يرقص وعايز يشوط. وظفه في حتته، بلاش نتفلسف. مش ضروري عشان لعيب كويس يبقى موجود في الملعب وحطه في حته غير حتته. يعني متهيألي لو مارادونا حطيناه مش في حتته مش هيبقى في مستواه. ومش هنخوض بقى في تحليل الماتش قوي، بس هنبدأها يعني ببسيط كده. لا، في لعيبه النهارده شبه اللعيبه، يعني في لعيب جه النهارده شبه عبد الله السعيد، في لعيب جه النهارده شبه عمر جابر. انتوا فين؟ انتوا لو موجودين عمر جابر الحقيقي وعبد الله السعيد الحقيقي مفيش حد في مصر قدكم. لكن يا ريت بلاش موضوع شبه ده. عايزين كنتوا حسام عبد المجيد ركز شويه، انت احسن باك في مصر. احنا بنلبس ابيض، ما تحطش الكره للفرقه الثانيه. الونش الله اكبر بدا يرجع تاني. الونش ثابت برجله على الارض مركز ما شاء الله، كل العالي بتاعه ما بيترقصش. مليون على 10. دونجا روح ما بعدها روح، بس يركز ويلعب، يشغل دماغه شويه. ناصر ماهر يشكر، بس عندك احسن من كده. شيكوبانزا بقى العسل، صفقة ما شاء الله، تركيز وسرعة وقوة وروح وجرأة ومش هايب الموقف. مليون على 10. ناصر منسي هو ناصر منسي، الأسطورة المحبوبة، عسل عسل. بيلعب على قد إمكانياته، بكل إمكانياته. الراجل نفسه يكسر الدنيا بس هي إمكانياته كده. سيف جعفر ما تتفلسفش، أنت مش فاروق جعفر، واحنا مش عايزين فاروق جعفر. احنا عايزين لعيب يكسبنا. العب كورتنا، ما تعيش لنفسك. سيف الجزيري يعني انا كنت هو نازل الملعب بدأ ان هو يتكعبل في الخط، يعني مثلا ايه، ينام شويه تروح عليه ان هم يصحوه بعد الماتش. انا مش عارف هو عايز مننا ايه بصراحه. يعني انت لا عايز تمشي ولا عايز تسيبنا في حالنا. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ والله في رجل يمين ورجل شمال، مفيش لعيب رجلين اتنين شمال. الكوره انت شوطها دي باليمين، هي مش شاطه بالشمال. بالمنطق انا لو مش شايف انت بتشوط منين وانا كراجل لعبت كوره شايف الكوره ماشيه ازاي وشيطها بالشمال، اتاريك شيطها باليمين. يا راجل ده انت لعيب محترف، عايز تلعب منتخب تونس ايه بس؟ انت معانا في الحبانيه. ايه يا عم اللي انت بتعمله فينا ده؟ ريحنا يا عم. تقولوا بقى بيحبط الفرقه، ما يحبطش. انا عايز احبطه، مش عايزه يلعب بصراحه. ده انسان مستفز. بس الحمد لله بدايه كويسه، فرحنا. واحلى حاجه بقى عوده العش، الزمالك رجع يلعب تاني، كان وحشنا قوي 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 قوي. والحمد لله ضربه البدايه ضربه موفقه. مليون على 10. يا شحاته انت الجولدن بوي اللي جاي، يا بنتايج انت تاج على رؤوس الزملكاويه، والزمالك تاج على راس اي حد. لكن انت تعظيم سلام. وباذن الله باذن الله اللي جاي احلى بكتير. الفدائي بقى يلعب، الفدائي الحقيقي مش المزيف، ماشي، الدباغ. والصنبا هيلعب، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي، وربيع واسماعيل وكل الوحوش اللي جايه باذن الله. وهيبان شغل المدرب، وربنا يسهلها باذن الله. والف مبروك، الف مليون مبروك. السلام عليكم ورحمه الله.